اسوأ حاجه ممكن تلاقيها في شركتك او في المكان اللي انت بتشتغل فيه ان يكون الزملاء عندهم العاده بتاعه الرغي الكتير والنميمه ونقل الاخبار الكذابه ونقل اخبار شخصيه عن بعض والكلام ده. ومن اكتر الحاجات اللي بتعطل وبتضيع وقت الشغل، ومن اكتر الحاجات اللي بتعمل نفسيه سيئه جدا تخليك قرفان وانت شغال او قرفان من بيئه العمل اللي انت شغال فيها. ازاي تقدر تتجنب الاحاديث دي في الفريق بتاعك؟ يعني اول حاجه تجنبها بلطف، يعني بذكاء كده وبصنعه لطافه غير الموضوع. ابدا قول له يا عم خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي، يا جماعه ورانا شغل خلينا نركز فيه. الحاجه الثانيه ان انت تعملها، حاول تتجنب القعدات دي. القعدات دي اصلها معروفه، يعني قعده شرب الشاي والقهوه الصبح، اكيد اللمه دي مش لمه اجتماع، دي لمه ناس قاعده بتقول اي كلام، فما تروحش تقعد معاهم. لو بقى الموضوع فيه تمادي كل ما يجوا يقعدوا معاك او تقعد معاهم او كلام من ده، تلاقي هو لازم نجيب في سيره الناس ولازم ننقل الاخبار الكذابه والكلام من ده كله، لا يبقى احنا بقى نحط وقفه ونتكلم بصراحه. يا جماعه بعد اذنكم ما حدش يتكلم معايا في الموضوعات دي، وتبقى واضح ان انت الموضوعات دي بتضايقك والموضوعات دي بالنسبه لك مش مسليه.